بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في إنجيل يوحنا 17: وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وفي رسالة يوحنا الثانية 1: ومن أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب. قال يسوع كمان لتوما: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، ولو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. معاكم سوريا. أنا شفت المسيح كتير. النهاردة الجزء 53. استعدوا، اثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق. ربنا يا جماعة بيحب كنيسته وشعبه وعروسته اللي بيسكوا عليها نوره ونعمته وحكمته ومعرفته ومجده ومحبته وسلطانه. ربنا بيغير على كنيسته غيرة الرب، بيحفظها ويرعاها، يعينها ويرحمها ويترأف عليها، يحسن إليها ويسكب عليها مجد وبهاء. محبته ثابتة، صادقة، أمينة، أبدية لا تتغير، وعلمه فوقي محبة. عايزنا نحب بروح الحق ونعرف الحق فيحررنا. هو إله المحبة وسكيب المراحم الأبدية. الله محبة. بتطمن وترتاح وانت ماشي معاه في ثقة ورجاء بيه وفيه. فلا تخاف من شر ولا حر ولا قحط ولا جوع، وتتبارك ولا تتوقف عن الإثمار. الرب معاك ولن يتركك مهما كانت ظروفك أو حياتك أو حالتك. يسوع بيحبك، مش طالب منك غير إنك تطلبه، تناديله، تقوله تعالى يا ربي وتصرف فيا، فهمني. ربنا كمان مش بيغير صورتك لصورته بس، لكن كمان يغير ثيابك زي هوشع في زكريا 3. كان واقف قدام الرب بثياب قذرة. الرب ينزع عنك ثياب الحزن والاكتئاب والدموع والتعب واللخبطة والاستنزاف والإنهاك وهموم وخوف من مستقبل وتحديات، سواء كانت في الأسرة أو في العمل. ينزع عنك كل حيرة وتوه، ويجي يربط الطوب ده ويربط توبك توب البر بحزام الحق بأمانة. هو يجمع اللي اتفكك في حياتك، يرجع الحياة لكل شيء يتحلل، ويبتلع بالمجد كل فساد فينا. اللي مش هيطلب ربنا وهيستمر في شره، من محبة ربنا ليه هتيجي عليه الضيقة عشان يفوق ياخد باله ان الشر ده بيدبره. ربنا هيفضل وراه الجماول ويحاول مرة لحد ما يرجع، لكن بإرادته. طيب، عايزة أفكركم بحاجة قبل ما نبدأ الرؤية الجديدة النهاردة. إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة بنكذب ولسنا نعمل الحق. لكن إن سلكنا، وهنا في سلوك، في النور كما هو في النور، فلنا شركة بعضنا مع بعض. دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. دم الحمل الكريم الذي بلا عيب ولا دنس، دم القدوس يسوع المسيح. دم المسيح بيغطيني، والدم لونه أحمر وده لون الفداء، وعلي أن أسلك بالحق بحسب الوصية. الحاجة التانية: قوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد، والزمرد هو اللون الأخضر الفاتح، وإن الروح القدس هو روح الحياة، روح الحق، يتميز باللون الأخضر. وشفنا ده في الأجزاء الأولى من الرسالة بتاعتنا، ونقدر نرجع للجزء 2 هنشوف الأحجار الكريمة وألوانها وإيه المعاني الروحية ليها. نبدأ بقى الرؤية بتاعتنا ونشوف، هل الفساد بس عند اليهود في آخر الأيام؟ لأ، الرؤية دي لآخر الأيام. في الرؤية أنا شايفة نفسي فتاة. أنا طبعا فوق 60 سنة، يعني أنا قربت 70، لكن هنا شايفة نفسي فتاة في الدار الخارجية، يعني الحوش بتاع الكنيسة، يعني المدخل الخارجي لكنيسة كاثوليكية كبيرة في روما. وبأكد هنا كنيسة كاثوليكية كبيرة في روما. كنت لابسة فستان أحمر شيك وعليه حزام أخضر وحذاء وعقد أخضر شيك، وماسكة علبة فيها تورتة في كيس،
وماسكاها من ايدين الكيس لحسن التورته جواها تتلخبط. ماشيه حلو وكويس بشويش، وشويه شويه لقيت نفسي بنط زي العيال. لقيت حجله في الارض مرسومه، رحت واقفه وقعدت اتنطط، والتورته بتتلخبط ومش هاممني نوع من الاهمال ولا مبالاه، يعني شغل عيال. كنت مستغربه جدا من شكلي. مين البت دي؟ النط ده والاهمال ده جاي منين؟ مش معقول، لا انا مش كده، ده مش انا. لقيت الحزام اللي على وسطي عمال يوسع ويضيق ويصغر ويكبر ويعرض ويرفع، حالة من عدم الثبات. الحركة بتاعت الحزام بتتغير مع كل نطة انا بنطها. بعد شوية دخلت وصلت عند حجرة الاستقبال، لاني كنت جاية من اساسه احضر اجتماع للشباب. طب ايه اللي وقفنا تنطط كده؟ المهم، معروف عند الكاثوليك بعد الاجتماع بناكل ونشرب حاجة مع بعض، عشان كده كنت جايبة التورتة معايا، وشفت شباب كتير جاي برضه عشان يحضر الاجتماع يعني. كنت كده جايبة التورتة معايا. المهم، شفت الشباب اللي هم جايين اللي بيخدموا في الاجتماعات دي. الخدام كان ليهم زي وأحذية بين حمراء وخضراء. الحقيقة عجبني المنظر قوي وعجبتني الألوان. استمريت بدور بين القاعات، بدور على الاجتماع. دخلت قاعة وبأكد هنا قاعة مش الكنيسة. احنا عارفين ان في الكنيسة الكاثوليكية الكاهن والأسقف رهبان يا جماعة، بتوليين. الراهب يختار حياته كراهب باختياره، محدش أجبره، وده بيعتبر عهد ونذر. في أحد القاعات كان في فرح، أو فرح يدوب لسه خالص، والأسقف كنت شايفاه من ظهره والكل حواليه بيهنوه. شوية شفت الأسقف خارج وماسك عروسة في إيده زي عروسته، وهما الاتنين حقيقي شكلهم زي السحرة اللي بنشوفهم في أفلام الرسوم المتحركة. يعني لابس شابو طويلة كده زي الطرطور، وواقف يبوس العروسة وكأنها مراته. وده كان فرحهم باين عليه، والكهنة حواليه بيهنوه. كانوا خارجين من القاعة. الحقيقة أنا بستغرب من المنظر. بعد الفرح الكل ولا مبالاة، شكلهم عادي، يعني إن الأسقف يتجوز ده عادي. وهنا لقيت مرة واحدة حزام الفستان اتفك ووقع مني في الأرض. مرة واحدة فهمت إن ربنا عايز يقول حاجة، إني آخد بالي. أخدت الحزام من الأرض بسرعة، مسكته في إيدي جامد قوي وحضنته جامد قوي، وبرفع عينيا صدمت. أصلي شايفة شكل الأسقف زي الشيطان وبيتجوز رسمي، والناس لا مبالاة بأي شيء. مشيت حزينة وبفكر كده، أصل العروسة بيني وبينكم ما كانتش واحدة ست. اتخضيت، رميت التورته اللي اتعجنت اساسا، وجريت خرجت بسرعه وانا مصدومه وبكلم روحي، بقول استرها معانا يا رب ومعاهم، دي مش اخر ايام، دي شكلها جهنم. الناس دي مش فاهمه ولا ايه؟ الناس دي مش فاهمه ايه اللي بيحصل ده. كنت بفكر وبقول هو في ايه؟ هو نجوم السماء تتساقط؟ هو متى جاء ابن الانسان ألعله يجد الايمان على الارض؟ ولا ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكتر احتمالا مما لتلك المدينة؟ هو احنا فين؟ هو كده اترمت كلمة ربنا ورا ظهرهم كده؟ طب ازاي؟ كنت بفكر وبقول هو في ايه؟ ده احنا كده نبقى خدنا الدم الثمين، طعنا ربنا تاني ولم نبالي، جلدناه، صلبناه تاني. احنا مش حاسين بأحشاء ربنا اللي بتتقطع على ولاده، كنيسته حبيبته عروسته؟ احنا كده حبينا إبليس، اخترنا إله آخر. احنا تحت اسم ربنا وبس بنكذب على نفسنا، نعثر الآخرين، شتتنا الرعية، أفقدناهم الطريق السليم، بددنا ميراث ربنا. هو احنا تهنا وتوهنا الناس اللي ربنا اتمنى عليهم، واحنا مش حاسين وبنبرر نفسينا؟ طب فين الحق؟ فين الأمانة؟ طب فين الوكالة؟ يا جماعة دماغي كانت هتطير مني بصراحة يعني. احنا خدنا العهد والنذر، احنا بينا ربنا بأبخس الأثمان. ربنا سكت وصبر كتير، ومش هيقدر يقف قدام غضبه وعدله وقضاءه أي حد. مين اللي هيقدر يقف قدامه؟ هو احنا تعمينا؟ هو احنا مش شايفين الخراب اللي بيحصل على الأرض وفي العالم كله؟ حروب وفيضانات واقتصاد العام اللي بيقع، والأمراض والغابات اللي بتولع، وانتشار الشر، والقيادات اللي عايشين في الدنس. سامحنا يا رب وارحمنا، محتاجين سكيب مراحمك علينا.
اسكب يا رب من فضلك مراحمك علينا. وكنت حزينة على الكنيسة، وبعد يومين وكنت بفكر وبقول يا رب سامحنا، قلت لنفسي اللي يرمي ربنا ورا ظهره ما تسلميش عليه، وخدي بالك من حزامك واستعدي. أنا عارفة إني مقصرة معاك أوي يا رب سامحني. هو إحنا نبقى جوه بيت ربنا وبنتنطط عليه ونعثر الآخرين كده ولا مبالاة؟ الحقيقة ربنا بعد كده طمني وهتشوفه في الجزء التاني. وكنت بفكر وبقول طب ما تيجي نفكر إيجابي، تعالوا نتزين بعقد أخضر، تعالوا نلبس عقد الروح القدس الأخضر ونتزين بزينة مقدسة، عقد مليان بثمر الروح، محبة فرح سلام طول أناه لطف صلاح إيمان وداعة تعفف، عقد مليان بمواهب الروح القدس وهي الحكمة والفهم المشورة والقوة، العلم أي المعرفة والتقوى ومخافة الله. تعالوا في شركة في العمل مع الروح القدس، فيها عمل روح الله معاك وفيك وبيك. تعالوا نلبس حذاء الروح حزين أرجلنا باستعداد إنجيل السلام، ونقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. هو احنا ليه نمشي سلبي؟ ما نمشيش إيجابي في حياتنا مع ربنا، وإذا كان لنا النور نروح ندور على الضلمة ليه؟ طيب السؤال بقى، ما هو معنى المنطقة أو الحزام في الكتاب المقدس عشان أعرف أمسك حزامي كويس وما سيبهوش تاني؟ المنطقة هي الزنار، لأن الإنسان يتمنطق به حول وسطه. كان الزنار بيستعمل قديما لغايتين، لشد الثوب والحمل النقود. الزنار في الكلمة اللاتينية يا جماعة، ودي كانت عليا غريبة، في كلمة بمعنى نصلي وفي كلمة بمعنى الفم أو الكلمة، والكلمة هو يسوع، يعني بينا نجتهد ونصلي بكلمة يسوع. المنطقة كانت حزام من الكتان وأحيانا من الحرير يتمنطق به الأسقف فوق الصدرة في وقت الخدمة. في الكنيستين القبطية واليونانية كانت ضمن ملابس الأب البطرك وبس، لكنها في الكنيسة الأرمنية كانت ضمن ملابس الكاهن كمان، حيث يرتديها فوق البدرشيل، والبدرشيل زي ما انتم شايفين كده في الصورة وعليه الحزام. الزنار أو المنطقة يشد على الوسط، وهو يدل على استعداد الكاهن للخدمة وشدة عزمه وارتباطه بقوة ربنا. بيلف حول الصدر والظهر محمول على الكتف. بنستخدمه في كنيستنا الأرثوذكسية في الشكل البسيط اللي انتوا شايفينه في الصورة ده في سر المعمودية، وبنستخدمه كمان في سر الزيجة، دليل على ان انا مربوط ومرتبط بربنا ومستعد لكل عمل صالح. وعبارة شد حزامك يعني استعد واجهز للوقوف ضد العدو، او اجهز واستعد للعمل اللي ربنا هيديهولك. فعشان كده بنقول لك شد الحزام. المنطقة وهي تشير إلى العدالة والأمانة، القوة، اليقظة والاستعداد الدائم للجهاد، الارتباط أو الاتحاد، وبكده بنقول إن هنا في عهد أو ندر، الطهارة أو العفة التي يجب على الكاهن أن يتحلى بها، ومش بس الكاهن طبعا، ده كل مسيحي. الزنار عبارة زي ما قلنا شريط حرير يربطه الكاهن في كتف كل من المعمد، علامة اتحاده بالمسيح، المكرس علامة ارتباطه بالمسيح وبالخدمة، العريس ودي علامة اتحاده بالعروس في المسيح بالروح القدس، ويشير للارتباط بالسيد المسيح، ودليل على بقولها تاني الاستعداد أيضا لهذه الخدمة أو العمل. يبقى المنطقة أو الزنار حاجة بتفكرك بهذا العهد أو هذا الندر وتخصصك لهذا العمل، وبيقولك استعد واجهز للعمل وخليك صاحي، ولما تعمل اعمل بقوة مش بتراخي. يبقى معنى ان الحزام اتفك وقع في الارض هو فقدان الطهارة يعني فساد، فقدان القوة قوة الروح القدس، فقدان اليقظة والسهر يعني نايم على روحي، فقدان الاستعداد أنا في حالة لا مبالاة، فقدان الجهاد الروحي يعني متراخي في العمل اللي ربنا بيديهولي، فقدان العدالة والأمانة المسيحية عايش في الباطل، فقدان العهد والنذر والارتباط بربنا، يلا بقى ما كله ورا ظهري. وطبعا على طول لازم أعرف لو فقدت دول سقط الإنسان، سقط في الخطايا والشهوات والفساد، سقط في عبودية إبليس من تاني. بيبقى الإنسان عامل زي الكورة اللي بتتدحرج من ارتفاع وسمو بسرعة بسرعة وينزل تحت قوي
للقاع، للحضيض. طبعا الكلام اللي بقوله ده مش معناه كل الكنيسة الكاثوليكية عشان ما نفهمش غلط، ومش معناه كل الكنايس في كل وقت. احنا يا جماعة بنتكلم عن آخر الأيام، قرب وجود ضد المسيح والنبي الكذاب، وربنا بيقول لينا استعدوا. ومش معنى ان واحد أخطأ أو حتى فسد ان ده معناه الكل، بس حتى لو عضو واحد في جسد المسيح مهم، وفقدان عضو واحد ده بيوجع قلب ربنا قوي، لكن احنا بيفضل رجانا في المسيح المحبة الحقيقية. وإبليس هنا بيستعمل اضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية. لكن احنا دايما بنقول لا تشمتي بي يا عدوتي، لاني اذا سقطت اقوم بسرعة وامسك في ايد ربنا بسرعة. طب الحل ايه؟ اثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فإلقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. يستعلن فيك. طب إزاي؟ تعالوا هنشوف شوية حاجات. الإنسان اللي يثبت بمعنى الكلمة بيكون مستقيم، مش هيقف متراخي ولا يتكل ويتسند إلا على ربنا. الإنسان المدلع بيتنطط ولا يثبت باستقامة، بل يكون منحنين. وهكذا الشهواني ومحب المال. مش بنقصد مجرد الثبات، ثبات وسلام، لكن ثبات في الطريق السليم. والمسيح هو الطريق، اثبت في المسيح، هو الحق، هو الحياة. اللي يعرف يثبت ثبوته نفسه يخلي كل جهاده سهل بالنسبة ليه، ودايما مستعد. وأن نسلك بالحق، أي بحسب وصاياه، بحسب كلمته، بحسب إنجيله. المسيح هو الحق. ممنطقين أحقاءكم بالحق. المنطقة للجندي بتقوي ظهره وتسنده وتساعده على سرعة الحركة فلا تعوقه ملابسه، وكمان تحمي بعض أجزاء جسمه. وكتير من الآباء شايفين إن الحقوين يشيران إلى الشهوة الجسدية، وشدهما بالمنطقة يشير إلى ضبط الشهوة أو العفة، زي ما شفنا الأسقف بيعمل إيه. المسيح هو الحق، هو ضابط أجسادنا ومقدسها لتعمل مجاهدة لحساب الملكوت عوض انشغالها بالباطل. لو منطقنا أحققنا بالحق محدش يقدر يغلبنا. واللي يطلب تعليم الحق كلمة يسوع مش هيسقط أبدا، فما بالكم باللي يرمي الحق نفسه أرضا. ما تسلمش عليه. 3. منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، يعني مدركين يقظين. أمنطق ذهني بالكلمة الموحى بها بالروح القدس عشان يبقى ليا فكر المسيح وأتغير عن شكلي بتغيير ذهني هو الإنجيل. أعرف الحقيقة وأبقى فاهم ويقظ ومستعد وعندي تمييز وسهران لقداسة حياتي الشخصية وجاهز للأيام الصعبة اللي جاية. 4. امسك بحبل الرجاء، فإلقوا بحبل رجائكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. والرجاء هتكلم عليه قدام شوية. الأول بقى السؤال، مين اللي قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها ولماذا؟ طبعا احنا كده في إنجيل يوحنا 13، وعارفين طبعا هو مسيحنا العظيم القدوس في غسله لأرجل التلاميذ في يوحنا 13. في اللحظات اللي كان يسوعنا بيعلن ان ذبحه على الصليب قرب، وان واحد من تلاميذه هيخونه والتاني ينكره والبقية هتسيبه وتمشي، كل ده في عينيه كان عطية الاب له ليقيم الخلاص. في الوقت ده بالذات اتزر وغسل ارجلهم. هي نفس اللحظات اللي كان الشيطان بيشتغل انه يسيطر على قلب يهوذا عشان يحركه لخيانة سيده، ظانا انه قادر ان يطفئ النور الالهي ويفسد الحب السرمدي، ولسه فاكر لحد النهارده انه يقدر يفسد الحب الحقيقي في كنيسته من خلال يهوذا تاني زي ما احنا شايفين في الرؤيا. لكن الله القادر على كل شيء والكلي الصلاح المجيد يحول كل شر إبليس لخيرنا. كان عايز يوضح إن الهدف من صلبه هو غسل أرجل تلاميذه، بمعنى إن خدمة التطهير وغسل الخطايا هي مسؤوليته هو باعتباره الفادي الوحيد ومخلص البشرية الوحيد أمس واليوم وهيفضل لحد إلى الأبد والآخر الأيام. كان عارف يسوع
إن شباك الشر المنصوب لاقتناص البشرية مش هتقدر على الحب المطيع المتضع للآب فاتزر. خلع السيد ثوبه الخارجي يعني معطفه وهو اللاهوت، واتزر بمنشفة ليأخذ شخصية الخادم. علمنا يا رب إن احنا نتزر بعطية الحب المتضع المطيع والأبدي. اغسل يا رب مع أقدامنا كل خطوات نفوسنا، انزع كل دنس لضعفتنا. يا لعظمة سموك كخادم تغسل أقدام تلاميذك، وكإله ترسل بركات من السماء. ربط الوحي بشكل عجيب في بشارة يوحنا بين الحب والاتضاع المطيع والطهارة قبل مجد الصليب. أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت، هو عالم، إذ كان قد أحب خاصته إلى المنتهى، قام عن العشاء وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ. في كلمة هنا في الجزء ده ظهرت كمان قدامنا، إن ربنا عارف وعالم بسابق معرفته. إيه هي المعرفة؟ برضو هنأكد عليها قدام شوية. في ده وضعك العجيب يا رب حنيت وغسلت أرجل تلاميذك، أنت الذي يغطي الشاروبيم والثيرافيم أرجلهم أمام بهاء عظمة مجدك. كم أنت عظيم سيدي يا من غسلت أرجل تلاميذك في وسط تسابيح الملائكة الذين لم يشغلوك ولو للحظة واحدة عن إتمام قصد محبتك للبشرية وهو فدائك العظيم. المحبة الحقيقية بتتحقق بالاتضاع، والاتضاع يتألق بالمحبة، وكلاهما يلتقيان معا في بذل الذات وإنكارها في جسد مقدس طاهر منضبط. ما أروعك سيدي. إحنا اغتسلنا بالماء في المعمودية مرة واحدة، لكن علي باستمرار أن أدرك، أن أعترف إذا سقطت أقوم، أن أغسل نفسي بالكلمة بصفة مستمرة. يعني إيه؟ يعني أتقدس وأتنقى بالكلمة، كلمة الكتاب المقدس الموحى بها بالروح القدس. بس بيقول لي كي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بإيه؟ بالكلمة. وأنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. الكاهن بيغسل أرجل المعترفين في سر التوبة والاعتراف، هو يحتمل ضعفاتهم ويصلي عنهم وينسحق أمام الرب بدموع لأجلهم، وبدموع خدمته الكهنوتية يغسل أقدامهم من أقذار الخطية. لو الحن الكاهن وحل إيذاره، ماذا نطلب من المعترف ومن الشعب؟ في كذا ملحوظة مهمة في تأمل صغير. لم يقل الكتاب غسل أرجل التلاميذ، بل قال ابتدأ يغسل أرجل التلاميذ. هو بدأ ولم يتوقف عن الغسل، إذ كان في حاجة إلى غسل مستمر، حيث تدنسوا في نفس الليلة بعد الغسل، حيث قال كلكم هتشكوا فيا في الليلة دي، وزي ما قال لبطرس قبل أن يصيح الديك هتنكرني 3 مرات. هو بدأ وما زال مستمر لحد النهاردة، بيطهرنا ويعلمنا ويفهمنا. حاجة تانية، بعد الغسل ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. لما بينشف بعد الغسل عايز يقول لا أعود أذكر خطاياك فيما بعد وأطرحها في بحر النسيان. أعطيتكم مثالا، دي 3 حاجة، حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. هو مثلنا الحقيقي في إنكار الذات، في الاتضاع والمحبة والقداسة والسلوك بالحق. خدمة غسل الأرجل اللي بينفرد بيها المخلص بيهبها لتلاميذه علشان يشاركوه حبه بغسلهم أقدام إخواتهم، ويهبها لنا فيهم لكي نساعدهم أيضا على حفظ الحق والقداسة والنمو في الحياة الروحية. بس بإيه؟ بأمانة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. شارك مسيحك هذا الحب الباذل لأجل الآخرين حتى مجد الصليب والقيامة والصعود وإلى آخره. استمر في حبك للبشرية حتى لو العالم أبغضك. قدم ما هو لمملكة النور والحب، والعالم بيقدم الشرير وما لمملكته من ظلم وبغض وفساد. وحتى في آخر الأيام هيسمح الله لسلطان الشر أن يتحرك ويحرك أتباعه في ساعتهم الأخيرة ضد العلي العظيم وأتباعه اللي هم أولاده، وبيسقط تلت نجوم السماء، وهتبقى الحروب شديدة سواء في العالم والحروب الروحية، وكل احتمال مننا ليه إكليله. هو هيسندنا ويرحمنا
وما تتخضش لو شفت الأسقف وهو بيسقط. الحل لا تحل إزارك واغسل أرجل المخدومين ونشفها واهرب من الشر والأشرار. هو ما فيش غيره، هو قادر على تغيير شرهم لخلاص البشرية. العالم هيخلص لخلاص البشرية ويخلص العالم كله بالعبور بيهم من الحياة القابلة للموت للحياة الأبدية. ونفسي أسأل، ماذا رأيت أيها الصراف وماذا أبصرت؟ كيف فكرت أيها الكروب الممتلئ أعينا وفهما ومعرفة حينما انحنى السيد العظيم نحو أرجل التلاميذ ليغسلها؟ هل غطيت وجهك بجناحيك مما رأيت من المجد البهي أم من الانسحاق؟ أم رأيت مجد التواضع باهرا يخطف العقل والبصر معا؟ هتفت قائلا إن السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس وكرامتك. إذا أخبرني عن آلام المسيح قبل الصليب وأثناءه. هل سألت أين السلطان؟ إنه مجد سلطان الحب المستعلن على الصليب الذي لا يسقط أبدا ومش تقدرش تفهمه إلا بالروح القدس. تعالوا نشوف في أشعياء النبي عن منطقة مسيحنا المسيا. ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقوي. خدوا بالكم، متنيه يعني ظهره وحقويه يعني الوسط، يعني اللي بيلبسه على ظهره كملك هو البر، ومنطقة حقويه يعني الحزام اللي بيلبسه على وسطه كخادم وعبد هو الأمانة. هو بيتغطى بالبر ويشد وسطه بالأمانة عشان يعمل ويجتهد، واللي عايز يعمل بيشد وسطه ليقوم بأعمال كتيرة بس بجدية. المسيح تمنطق بالبر والأمانة لينفذ عمل الفداء على الصليب، وهو تمنطق ليغسل أرجلنا أي يطهر كل من يقبله. المسيح كان ببره هو الوحيد البار القادر على أن يموت ليقدم الخلاص لنا بكل أمانة، لنمنطق أحقاء ذهننا متشبهين بمخلصنا يسوع المسيح، علشان يكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقوي. جاء ربنا يسوع للعالم ملك روحي يتمنطق بالبر والأمانة، علامة غناه وجماله بكونه القدوس واهب الحياة المقدسة، وجه كخادم يتمنطق لكي يغسل الأقدام البشرية حتى يطهرنا. كثيرا يا جماعة يشبه البر بالثوب أو المنطقة، إذ ببر المسيح نستتر وبالأمانة والحق نسلك ونتحرك للعمل والجهاد. المنطقة كمان زي ما قلنا من بدري معناها الصلاة. تعالوا ندخل بقى قدس الأقداس. إزاي؟ اثبتوا. طب أثبت في إيه وإزاي؟ بينا كده بسرعة نشوفها، مش عايزة أسيبكم النهاردة من غير الحتة الجميلة دي. اثبت في المعرفة اللي هي الكاروبين، ودي رقم 1. في خيمة الاجتماع وهيكل سليمان وكلنا عارفين كان المجد بيظهر في قدس الأقداس فوق تابوت العهد من عرش الرحمة فوق أجنحة الكاروبين. وفي مدخل قدس الأقداس كان حجاب الهيكل مرسوم عليه كاروبين، وفي قدس الأقداس في الهيكل كل الحوائط عليها رسومات للكاروبين، وكأن ربنا عايز يقول لنا دخولك لمجد الأقداس مرتبط بالكاروبين. يعني عايز يقول لنا إن أول مفتاح لدخولك لمجد الأقداس عشان تتغير لهذه الصورة عينها هم الكاروبين. اتكلمنا عن الكاروبين في الجزء 33 ميراث في النور، لكن عايزة أقول وأركز إن الكاروبين كلمة عبرية معناها ملء المعرفة، أي الممتلئون أعينا، والمعرفة يعني الاتحاد. عرف آدم حواء يعني اتحد آدم بحواء. الدخول لقدس الأقداس للمجد ده بروح المعرفة ومخافة الرب. لما تدخل قدس الأقداس منطقة الاتحاد، وعرفنا في التابوت إن كان فيه كذا حاجة. أول حاجة المن النازل من السماء، ده رمز الشبع والاتحاد بالمسيح. الوصايا ال10 وده رمز الاتحاد بالوصية والكلمة، والكلمة هو يسوع كلمة الحق. اطلب من ربنا اديني علم معرفتك يا روح المعرفة ومخافة الرب. ألاحظ إن الشيطان كان من طغمة الكاروبين، ولما سقط في المجد الباطل ففسد. مين اللي كان اسمه مرتبط بالمعرفة في الكتاب المقدس؟ تعالوا نشوفوا سفر صمويل الثاني 23. كان في واحد كاهن رئيس كهنة كان اسمه يهويداع، وده معناه الرب يعرف أو الرب يعلم. ابنه بنياهو
كان ابنه معناه من بنى يهوه، يعني الرب يبني. بناياه ده كان ابن رئيس الكهنة في أيام داود الملك، اشتهر بشجاعته وإقدامه، وكان اسمه بين الثلاث أبطال المقربين لداود، وجعله داود صاحب سره. ومعنى اسم داود فاكرين؟ المحبوب. هو من مدينة كان اسمها قبصائيل، وده اسم عبري معناه مجموع من الله، يعني الله يجمع. يعني في الثلاثة دول الرب يعرف، الرب يبني، الرب يجمع. وانت كمان اعرف وابني واجمع مع ربنا عشان تبقى من أبطال الملك المحبوب وابن الملك. وأول حاجة تعرفها قدس الأقداس، يلتقي الله بك وتلتقي به، يغطيك بمجده من عرش الرحمة بمراحمه من بين كروبي غطاء التابوت. اعرف، ابني، اجمع. يعني كمان بروح المعرفة ومخافة ربنا، ربنا يبني في داخلي هيكله، يشكل ويجمع فيا، يصالحني بنفسي عشان ينتهي الصراع الداخلي بين الجسد والنفس والروح للعودة لقدس الأقداس اللي هي الراحة الحقيقية والمحبة الأولى. يجمعني ويوحدني بيه هو، يدخلني أقداس، يمحي فسادي، يغطيني بمجده، يغيرني لهذه الصورة عنها صورة يسوع المسيح. أدوب أنا فيه ويظهر هو فقط، وأثبت أنا فيه. تاني حاجة بقى، اثبت في الرجاء. الأولي اثبت في المعرفة، هنا اثبت في الرجاء. الرجاء ده عبارة عن حبل المرساة. نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى داخل الحجاب. احنا عاملين زي إنسان راكب قارب في الليل والبحر هايج والعواصف شديدة ومش عارف يوصل للشط. هو ده حالنا في عالم هايج اللي بيحرك أحداثه المضطربة الشيطان رئيس سلطان الهوى، البحر وهو العالم، والليل هو ليل الخطايا وسلطان الظلمة. رجانا احنا في المسيح الذي دخل كسابق للسماء وألقى لنا بالحبل اللي هو المرسام السماء، اللي لما بنمسك بيه بثبات بيرفعني الحبل ده فوق التجارب وكل الضيقات. تالت حاجة، اثبت في الجهاد. يعني زي إنسان معذب في قارب وسط العواطف وجي واحد رماله حبل مربوط في الشط، هيكون شعوره إيه؟ طبعا اتفتح له باب الفرح والأمل في النجاة، الرجاء، وهيظل يشد الحبل بكل قوة فيه علشان يوصل للشط. الشد ده هو إيه؟ الجهاد. يبقى اثبت في الجهاد، يعني شد حبل الرجاء واتمنطق بالحق ببساطة كده، بمنتهى البساطة. يبقى المعرفة، الرجاء، الجهاد. رابع حاجة، اثبت في السجود في قدس الأقداس. الثبات في الرجاء بأمانة يوصلك للثبات في الأقداس. الرجاء بمواعيد الله المثبتة على الصخر الأبدي الذي هو لنا كمرساه للنفس، مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب. أقول افرد جناحات الكروبيم، يعني معرفة الحق، شد الحبل يعني الرجاء بثبات وأمانة جواك، وانطلق للأقداس. طب هشوف إيه في الأقداس وأروح فين؟ في قدس الأقداس موجود التابوت وعليه الغطاء، عليه الكروبيم، عرفناها. والغطاء بنسميه كرسي الرحمة، والرحمة جاية من كلمة الرحم، يعني رحم الأم. وكأني لما بدخل قدس الأقداس كأني دخلت زي طفل بيبي جوه رحم المحبة الإلهية الأبوية، جوه أحشاء المراحم الإلهية. طب عشان أعمل إيه؟ عشان زي جوه رحم الأم لكي أختبئ فيه وأحتمي وأتغذى بيه وأنمو، وليه طبعا بنتمي زي البيبي جوه بطن الأم بالظبط، أختبي وأنمو. وجوه التابوت كان فيه قسط المن النازل من السماء، وده بيعبر عن التناول، يعني هشبع سرور وراحة. وفي الوصايا العشر محفورة على الحجر بأصبع الله، واللي هي بتساوي الكتاب المقدس المكتوب بوحي الروح القدس، كلمة الحق. أحفظ التناول وأحفظ كلمة الحق. خامس حاجة، اثبت في السلطان. كان جوه التابوت في عصا هارون التي أفرخت، دي عصا قيادة ورعاية ربنا وحمايته لينا، عصا السلطان. دي بتفكرني بعصا موسى، عصا المعجزات اللي ابتلعت حيات سحرة فرعون، واللي شقت البحر الأحمر وأخرجت مية من الصخر، واللي أنقذتهم من الموت وهي مرفوعة زي الصليب لما لدغتهم الحياة. بتمثل سلطان حب الملك المصلوب، الحب الإلهي.
يبقى الرب يعرف، الرب يبني، الرب يجمع. عشان تبقى من أبطال الملك المحبوب وابن الملك، اعرفوا اتحد بيه، هو المن السماوي. اتحد بكلمة الحق يسوع وكتابه وصيته فتبنى. استمتع برعايته ومحبته ومراحمه بعصا الرعاية. استلم منه السلطان، امسك بقرون القوة. ابني كنيسة جواك وابني الآخرين بيسوع ومجده، وتجمع معاه بحب واتضاع وطاعة قداسة. اسجد قدامه في قدس الأقداس بزينة مقدسة، لأن الله قدوس ويغطيني بمجده فيمحي فسادي. 6. امسك بقرون المذبح، قرون القوة. 7. اثبت وتمنطق بالحق بالبر بالأمانة. نلخص يا جماعة: اثبت في المعرفة، دي القاروبين. اثبت في الرجاء، مرساة السفينة. اثبت في الجهاد، شد الحبل. اثبت في الأقداس، جوه رحم المراحم ساجدا. اثبت في السلطان، دي العصاية. اثبت وامسك بقرون القوة، تمنطق بالحق بالبر بالأمانة. كل ده ليه طيب؟ لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، نبقى صورة المسيح. وهنا نقولها تاني: نتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد المجد كما من الرب الروح. كفاية كده النهاردة، طولت عليكم معلش، واسمحوا لي أرفعك، أسبحك، أباركك، أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إله العظيم القدوس. قدوس 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 رب مين؟ رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي. لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة. لك يا رب كل كرامة والسيادة والإسة والسلطان. لك الحكمة والغنى والقدرة. لكل شيء يا إله العظيم القدوس الحي الأزلي الأبدي. آمين.